بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد إخواني أسلم عليكم تسليمات أطرة بتحيات أطرة. اليوم نريد أن نقدم لكم دروسا جديدا من سلسلة تعلم اللغة الفلانية، وأريد أن أقوم بهذه المهمة أن أقدم لكم هذه الدروس بصورة مبسطة، وليحلحل هذه الدروس لمن أراد أن يتعلم اللغة الفلانية أن يتقنها بسرعة. وأيضا سأحاول كل المحاولة أن أساعد أن أبسطها. واليوم نريد أن نبدأ بحروف الأبجدية الفلانية وأقسامها. هذه الحروف الأبجدية وهي 32 حرف، وينقسم هذه الحروف إلى قسمين، ما نسمى بالكل مولي في اللغة الفلانية والكل تكوسي. أنا حروف الكبيرة وحروف الصغيرة، وهذا ما يقابل في اللغة العربية ماجسكيل ومينسكيل. وهنا نبسطها لنقوم أيضا نتكلم عن حروف الكبيرة أولا، وهي الكل موضع، هي كما هي موجودة على الشاشة. وهنا أ ب ب ج د ب إ ف ج ه I ج ك ل م ن ñ ङ أ ب ر س ت u و ي ي ب nd ñ ng كجبال. وهي الحروف الكبيرة كما قلناه. حاليا نقدم لكم أيضا الحروف الصغيرة. الحروف الصغيرة وهي الكل تكوسي، وهي كما يلي، ولكن الكتابة في بعض الحروف يعني يتغير. مثلا هنا نقول أيضا، ولكن النطق يكون نفس النطق أو النطق نفسها. وهنا أ ب ب ج د د إ ف ج ه I ج ك ل م ن ñ ng ङ أ ب ر س ت u ي ك ب nd ñ ng كجوال. وهذه هي هذه الأقسام، وهي الحروف الصغيرة والحروف الكبيرة كما هو سابق. وفي في هذا الجدول نريد أن نبين هذه الحروف كما ذكرناه آنفا. يعني نتكلم عن الحرف، ثم مثال باللغة العربية باللغة الفلانية، ثم أيضا ما يرادفها أو ترجمتها إلى اللغة العربية. نبدأ أولا بكلمة أ. نقول الأول في العربية لوح. ب باب أب. ب بقل. ح بقل ما يرادفها بالعربية حبل. ج جاد دولة جاد العربية. دودل مدرسة. دق أعور. إسراتو سحر. ف فدو نعل في العربية. ج جوري قمح. ه حنكي أمسي. هنا إن اسم. هنا جلد، يعني عفوا جلد الصلاة. كاليس أو كوبريج فلوس أو النقود. هنا أيضا له لكي شجرة. مارو أرز. نتل صورة. نيري سن. هذا الحرف يسمى نقد معنى عد. هنا أوتو أو سيارة. ب بطاس أو بطاطيس.
روان بمعنى كلب. نعم. س ثور بمعنى عسى. ت تيو بمعنى اللحم. أو عمر في العربية عمر. ورلا بمعنى سيارة كما في كلمة هنا أوتو. أيضا يسو بمعنى وجه. يسو هي يسو. هنا مثلا إيجم وهي دم. الدم دم. هنا مبالو مثلا بمعنى ضعن. وهي ندم مثلا ندم زراعة. نجاتيجي بمعنى مضيف. نجاري بقر. وهي هذه الحروف كما قدمناه هي الحروف العربية أو حروف اللغة الفلانية، يعني قدمناه بصورة يرادف باللغة العربية. ثم كلمة قطب أول وهي كلمة يكتب فقط في آخر الكلمة أو وسطها، وهي كما رأيتموهم يكون ما بين حروف العلة مثلا، ويعني نادرا ما يبدأ بها في أول الكلمة. نعم.